عمرك حسيتي براسك باللي دخلتي في واحد ليطا ايموسيونيل ولا وليتي كتحس واحد الاحاسيس اللي نورمالمون كيعيشوهم واحد الناس ولا واحد المجموعه ديال الناس اللي انت نورمالمون ما كتكونش عارفهم، ما كتكونش كتلاقى بهم؟ تقدر انك تكون انت ما عارفش اشنو واقع بالضبط، ولكن في نفس الوقت كتدخل في هذيك الحاله ديال الاحاسيس اللي كيكونوا كيعيشوها مجموعه ديال الناس. وغالبا حنا كنتاثروا بالاحاسيس اللي كتكون مربوطه بواحد الاحداث اللي كتكون نورمالمون معروفه، بحال الاحداث ديال الكره، الاحداث اللي كتخلق البوز في السوشيال ميديا واللي بزاف ديال الناس كيكونوا كيشاركوها وكيعيشوها او ميم طون. واخا انت كتكون ما سايقش الخبار لاشنو واقع اكزاكتومون، ولكن في نفس الوقت كتولي كتحس براسك دخلتي في هذيك ليطا ايموسيونيل ودخلتي في هذيك الحاله المشاعريه واخا انت ما عارفش اشنو واقع. حسيتي براسك دخلتي في الحاله المشاعريه اللي كيعيشوها واخا انت ما عايش نفس الاحداث بنفس الطريقه. هذه الحاله في علم النفس كتسمى العدوى العاطفيه ولا لا كونتاجيون ايموسيونيل. المخ ديالنا عنده واحد القدره غريبه، فإلا كنا كنشوف واحد المجموعه ديال الناس عايشين الفرحه فاحنا بلا ما نحسوا كنوليو كنعيشوا ديك الفرحه، وإلا كان مجموعه ديال الناس كيعيشوا حاله الخوف فبلا ما كنحسوا كنوليو حنا كندخلوا معاهم في هذيك حاله الخوف، فكنوليو كنحسوا بهذاك الخوف. داكشي علاش ناخذوا باغ اكزومبل ملي المنتخب المغربي كيكون كيلعب، ماشي هو بوحديتو اللي كيكون عايش هذاك الضغط، كيكونوا مجموعه ديال الناس كيشاركوهم نفس الاحاسيس. ولكن هادشي راه ما كيوقعش غير في الكره، هادشي كيقدر يوقع في الخدمه، في الدار، مع لي زامي. هذاك الشيء علاش الا بغيتي تحافظ على صحتك النفسيه مهم انك تختار، ماشي غير مع من كتجلس، ولكن لانك تختار حتى شكون كتخلي المشاعر ديالو كتاثر عليك، حيت المشاعر كتنتقل وكدوز بلا ما كتحس وبلا ما كتشعر. وإلا عندك شي كيسيون في هذا الموضوع او ديجا حسيتي بهذه الحاله كتب ليا في الكومونتير.